في أكتوبر عام 2021 مهندسة بيانات اسمها فرانسيس هوجن خرجت من أبواب شركة فيسبوك للمرة الأخيرة، لكنها لم تخرج وحدها، خرجت ومعها آلاف الوثائق الداخلية، وثائق سرية تثبت أن فيسبوك كانت تعرف أشياء مرعبة. بعدها راحت مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، جلست قدام النواب قدام الكاميرات وقالت جملة واحدة معناها واضح. كل مرة تعارضت فيها سلامة الناس مع أرباح الشركة كانت الشركة تختار الأرباح. الوثائق كشفت أن فيسبوك كانت عندها أبحاث داخلية تقول أن الانستغرام يزيد الاكتئاب عند المراهقات، وكانت تعرف أن المحتوى الغاضب والمثير للكراهية ينتشر بشكل أسرع، ومع ذلك ما غيرت شيء، لأن التغيير كان بيكلفهم وقت الناس. وقت الناس يعني مليارات الدولارات. ومن هنا تبدأ القصة، لأن اللي حصل في فيسبوك ما هو استثناء أبدا، هو النموذج اللي تشتغل عليه كل المنصات اللي تعرفها. واليوم في جمرة بنفتح هذا الصندوق الأسود ونعرف أسراره. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جمرة. تخيل أنك فتحت جوالك ودخلت تيك توك أو انستغرام أو إكس أو أي تطبيق تعرفه، فجأة يظهر لك فيديو تضحك فيه، بعد خبر يغضبك، ثم مقطع يخوفك، ثم موضوع غريب ما قد بحثت عنه أصلا. ثم ترفع راسك وتكتشف أن ساعتين راحت بدون ما تحس. السؤال هنا مو ليش ضاع وقتك، السؤال الأخطر كيف عرف التطبيق وش يجيب لك؟ كيف عرف وش يضحكك، وش يزعلك، وش يخوفك، وش يخليك تكمل المقطع؟ وهنا ندخل في الحقيقة. الخوارزميات ما تعكس اهتماماتك فقط، الخوارزميات تصنع اهتماماتك. كثير من الناس يعتقد أن الخوارزمية مجرد ترتيب منشورات، يعني كأنها تقول هذا أهم من هذا، لكن الحقيقة الخوارزمية شيء ثاني تماما. الخوارزمية مثل شخص جالس فوق كتفك، يراقبك، يتعلم منك ويقرر عنك. هي ذكاء اصطناعي شغله الوحيد يمسك انتباهك لأطول وقت ممكن. نروح الآن للمعادلة السرية. كيف تقرر المنصة من ينتشر؟ كل منشور ينزل الخوارزمية تعطيه درجة وتحسب أشياء مثل الإعجاب، التعليق، المشاركة، نسبة الإكمال، لكنها ما تعطيها نفس الوزن. أقوى إشارة عندهم ليست الإعجاب ولا حتى التعليق، أقوى إشارة هي هل شاهدت الفيديو إلى النهاية؟ إذا فيديو 30 ثانية وأنت شفته كامل معناه عندهم هذا المحتوى خطف عقل المستخدم. وهنا نجي للحقيقة اللي كثير ما ينتبهوا لها. الخوارزمية ما تعرف تفرق بين المحتوى الجيد والسيء. هي ما تسأل هل هذا مفيد، هي تسأل هل هذا يشد الناس، حتى لو علقت عشان تهاجم أو ترد أو تصحح المعلومة. الخوارزمية تفهم شيء واحد، اهتمام، اهتمام فقط. خلنا نعطي مثال واضح في إكس أو فيسبوك. يطلع حساب صغير ينشر إشاعة، يكتب في قرار جديد يمنع كذا. الناس اما تدخل تضحك او تسب او تكذب او تقول وش مصدرك، او تدخل وتحذر من هذا الحساب. النتيجة تفاعل ضخم. الخوارزمية تقول هذا محتوى قوي، خلوه ينتشر. وهكذا الإشاعة تنتشر، ليس لأنها صحيحة بل لأنها أثارت الناس. وهذا سبب أنك تشوف أحيانا محتوى تافه أو كاذب يوصل للملايين، بينما تحقيق محترم ما يتجاوز آلاف قليلة. نجي الآن لما يسمى باقتصاد الانتباه. المنصات ما تبيع لك فيديوهات، المنصات تبيع انتباهك للمعلنين. يعني أنت لست المستخدم فقط بل أنت البضاعة. كل دقيقة تجلس فيها هي أرباح، كل ما غضبت أو انصدمت كل ما جلست أكثر أيضا. هذا ما يسمى باقتصاد الانتباه. تيك توك على سبيل المثال نقل اللعبة لمستوى ثاني. فيسبوك وانستغرام يعتمدون على شبكتك، لكن تيك توك ما يحتاج يعرف من أصدقائك، هو يقرأك لحظة بلحظة. 3 ثواني فقط كافية له. إذا وقفت عند مقطع 3 ثواني الخوارزمية في تيك توك إيش تقول؟ هذا مهتم. مثال، في صحفي في وول ستريت جورنال صنع حسابات وهمية بأعمار مختلفة. حساب عمره 13 سنة وخلال أقل من يوم بدأ تيك توك يرسل محتوى عن الاكتئاب، إيذاء النفس، اضطرابات الأكل. ما حد بحث، ما حد طلب، لكن الوحش اكتشف أن هذا المحتوى يخليهم يجلسون بشكل أطول، فقدم لهذه الأعمار. نجي الآن لتساؤلات مهمة. ليش التمرير ممتع؟ ليش تسحب الشاشة وانت تعرف أن المحتوى سخيف؟ لأن جوالك مصمم على نفس نظام القمار، اسمها المكافأة العشوائية.
ما تدري ايش يطلع لك بعدين. هذا هو المخدر الحقيقي، ما يعرف بالدوبامين. ليس هرمون السعادة، هو هرمون الترقب. هرمون يعطيك ايش اللي بعدين بيصير. وهذا مثال، جالس انت تقلب فيكس تقرا 20 تغريدة عادية، لكن فجأة تطلع لك تغريدة معينة تثير أعصابك، عقلك يقول يمكن بعدها شيء أكبر، وهكذا تستمر. الخوارزمية ما تحفظ اهتمامك فقط، هي تحفظ حالتك النفسية وتعرفها. على سبيل المثال، هي تعرف إذا أنت متوتر أم أنت وحيد، ولا أنت غضبان أو أنت مكتئب أو أنت قابل للتأثر، بدون ما تكتب شيء. من وقت التصفح، من سرعة التمرير، من أوقات دخولك، من لحظات اختفائك، تعرف كل تفاصيل حالتك النفسية. مثال واقعي، شخص يدخل يوتيوب ويشاهد مقطع واحد عن نظرية نهاية العالم على سبيل المثال، بعد أسبوع يلقى اقتراحات مرتبطة بهذا البحث: ماسونية، كائنات فضائية، حرب عالمية، فيديوهات انهيار الاقتصاد، أو عن مؤامرات الحكومات. ليش؟ لأن الخوارزمية اكتشفت أن هذا النوع يخليك مشدود ومتابع معها. مثال آخر، افتح أي منصة بعد يوم متعب لك، إيش راح تلاحظ؟ راح تلاحظ المحتوى إنه يجيك غالبا مقاطع ترفيه سريعة، فيديوهات تهريج، مقاطع تريح الأعصاب، أو أحيانا مقاطع ترفع التوتر، لأن التطبيق لاحظ أنك في هذا الوقت تستهلك محتوى مختلف. يعني هو ما يراقب اهتمامك فقط، يراقب أيضا حالتك النفسية. أخطر شيء أن التطرف ما يجي فجأة في هذه المنصات، يجي تدريجي: ميم، صورة، ثم فكرة، ثم مقطع، ثم مجتمع، وهذا ما يسمى بحفرة الأرنب. مثال، تشوف مقطع ساخر عن فئة معينة تضحك، الخوارزمية إيش تقول؟ ممتاز، خلونا نكمل معه. راح تجيب له مقطع أقوى، ثم مقطع فيه تحريض، ثم مقطع فيه كراهية صريحة. بعد شهر أنت داخل فقاعة كاملة فيها إغراق معلوماتي هائل، وتخليك تعتقد أن كل اللي يعيش على كوكب الأرض يتفق معك في نفس نظريتك، اللي ممكن تكون ليست صحيحة من الأساس. خلونا الآن نكشف سر آخر. أحيانا شخص ينشر محتوى، ثم فجأة التفاعل يختفي، ببساطة يندفع. هذا يسمونه شدوبان، حظر خفي. مثال، صانع محتوى يتكلم عن ملف حساس، فجأة المشاهدات تنهار، البحث ما يطلع حسابه أو مشوراته، ما توصل للناس. هو موجود لكنه غير مرئي، لأن الخوارزميات لا تريدك أن تشاهد هذا المحتوى. وهنا المفاجأة اللي لازم تقال بصراحة: جزء كبير من اللي تشوفه يوميا أنت السبب فيه. إحنا حوالي 70% من المحتوى اللي يوصلنا إحنا اللي صنعناه بأيدينا، بوقفتك، بمشاهدتك للنهاية، بتعليقك، بإعجابك، حتى لو كنت تكره المحتوى. إذا جلست عليه، هذه الخوارزميات تفهم أنك مهتم. إذا شاهدت الوقت أطول، تفهم أنك مهتم، ثم تبدأ تزيد الجرعة. في نقطة مهمة جدا قبل الختام، ما يسمى بطخ التفاعل السلبي. أنت تنشر ما تكره، راح نشرحها. ونجي نقطة تمسنا كلنا كجمهور: ليش الهواش والترندات التافهة هي اللي تكتسح وسائل التواصل؟ باختصار، لأن الخوارزمية عندها قانون: الغضب يساوي أموال. لما تشوف مقطع مستفز أو شخص يسيء لقيمك أو رموزك وتدخل تكتب على سبيل المثال حسبي الله عليك، أو تنتقده أو تهاجمه، أنت هنا فعليا جالس تعطيه هدية. الخوارزمية ما تقرأ الكلام، تحسب عدد التعليقات. كل ما زاد الجدل ارتفع المقطع في الإكسبلور والانتشار كذلك. حسب دراسة من جامعة كامبريدج، المنشورات التي تحتوي على لغة عدائية أو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة أكبر ب6 مرات من المنشورات الهادئة أو الإيجابية. يعني إحنا بدون قصد صرنا جيش مجاني لنشر المحتوى السلبي. القاعدة الذهبية: لا تكافئ المتنمرين. إذا شفت محتوى تافه أو مسيء، أفضل عقاب له هو التجاهل، تجاهل تام. اضغط غير مهتم، أو إخفاء المنشور، أو كمل طريقك. ضغطة زر واحدة منك بالتعليق هي اللي تخليه يوصل لبيوت ثانية ويؤثر على ناس ثانيين. خلونا نروح لمثال آخر نشرح فيه مواقف دائما تصير لنا. أحيانا ممكن تسولف مع خويك عن ساعة أو شنطة، تفتح السناب تلقى إعلان نفس الساعة أو الشنطة. هل هي صدفة؟ لا. شركات تقول أنها لا تسجل أصوات، لكن الحقيقة هي لعبة خوارزمية، هو ما يسمى بالاستهداف بالتشابه. الخوارزمية تعرف أنك كنت جالس مع خويك في نفس الموقع الجغرافي لمدة معينة،
وخويك بحث عن هذه الساعة أو الشنطة، فتقوم الخوارزمية تعرض لك الإعلان لأنها تفترض أن اهتماماتكم الحين مشترك. ختاما، اليوم عرفنا أن الخوارزمية ليست مجرد برنامج يرتب انتباهك، بل آلة تتحكم في انتباهك ثم تتحكم في وعيك. الإعجاب يرفع انتشار المحتوى 4 أضعاف، التعليق يرفع انتشار المنشور 10 أضعاف، المشاهدة لنهاية الفيديو تضاعف الوصول 20 ضعف. إذن الخوارزمية لا تفرق بين المحتوى الجيد والسيء، هي تفرق بين شيء واحد فقط: هل شدك؟ هل جلست هنا وقت أطول؟ والأخطر أن جزء كبير من اللي تشوفه يوميا أنت السبب فيه. وهنا نرجع للسؤال الحقيقي: من يملك عقلك؟ إذا أنت ما فهمت كيف تشتغل الخوارزمية فيه بتفهمك أكثر مما تفهم نفسك. هذه ليست حرب محتوى، هذه حرب وعي. وتذكر دائما، إذا كان المنتج أو المنصة مجانية فأنت البضاعة. في أمان الله.